حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. راجعه من الشغل مستعجله وعايزه اعمل حاجه سريعه، ومن الفراخ ديت يعني بتنقذني جدا. تتبيلتها في منتهى الجمال، هتعجبكم قوي، خطيره بجد، طعمها حلو، شكلها حلو، ومش قادره اقول لكم بقى عامله ازاي. هعمل جنبها شويه سلطه زبادي كده بالخيار، كان طعمهم يجنن، وقدمت جنبها رز، ويعني اكله ما خدتش مني وقت خالص. يلا بينا على طول نبدا بالطريقه، واقول لك انا عملتها ازاي. اول حاجه، انا كان معايا كميه كبيره، كان معايا فرختين، فهحط معلقه صغيره من كل انواع التوابل. لو هتعملي فرخه واحده نص معلقه بس كفايه. انا هجهز الكيس الحراري لانه هيسعفني بصراحه، وهينقذ معايا وقت جدا. انا هنا حاطه معلقه من الكمون، وهنا معلقه من الثوم الباودر على البصل الباودر، هنا نص معلقه بس من الكركم والكاري، 4 فصوص من الحبهان، وكمان فلفل اسود وملح، وكمان كيس كده من ال11 بهار، او معلقه صغيره من ال7 بهارات. هنا كل التوابل اللي هنحتاجها دي. معايا طماطمايه كده انا بشرها، ممكن تحطي معلقه معجون الطماطم لو ما عندكيش طماطم مبشوره. هنزل عليهم كده بمعلقتين بقى كبار من المستردة. عايزه اقول لك المستردة هتخلي طعمها حلو جدا جدا، ما تستغنيش عنهم. ومعلقتين كبار من دبس الرمان. عايزه اقول لك التتبيله دي بجد هايله يعني. هنزل عليهم كده بكوبايه من الزبادي، 3 معالق كده كبار من الزبادي. التتبيله دي هتخلي لك الفراخ بقى طريه وجوسي كده وتجنن يعني. هنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من الخل. هقلب كل الكلام الجميل ده كده في قلب بعضه. شايفين اصلا لون التتبيله حلو ازاي؟ هتديكي لون حلو قوي قوي للفراخ. انا عايزه اقول لكم الكاميرا فصلت مني 3 مرات يعني. الفراخ لونها تحفه ودايبه. نزلت عليهم بمعلقتين بس من الزيت، عملت فتحات كده في الفراخ زي ما انتم شايفين عشان التتبيله توصل. غسلها كويس جدا وكنت نقعيها. انا مش هسيبها في التتبيله كتير، انا هسيبها ساعه واحده بس. ابتدي اجهز شويه حاجات جنبي وبعدين هدخلها الفرن. قعدت ادلك بقى الفراخ كده حلو قوي. وتقدري تحطيها طبعا على طول في الكيس الحراري، او تسيبيها وقت اطول لو عندك وقت. هنا بقى هنمسكها كده واقوم مدخلها بقى في قلب الكيس. الكيس حطيت فيه دهنه بسيطه خالص من الزيت، رشه كده لو عندك سبراي من الزيت، رشه بسيطه كده في قلب الكيس الحراري. وبعدين هبتدي احط فيه كل كميه الفراخ. هنا ممكن تضيفي معاها كمان شويه من الخضار كده متقطعين مكعبات، طعمهم بيبقى حلو جدا. انا بصراحه كنت عامله صينيه بطاطس لوحدها، عشان انا حطيت بس هنا فرختين. نزلت معلقه صغيره من الثوم المفروم على بقيه التتبيله، وبعدين نزلت بيها على الفراخ. انا مش قادره اقول لكم طعمها كان حلو ازاي. هقفل الكيس وهحطه في صينيه وهعمل فيه فتحتين كده، وبعدين هدخله بقى الفرن على درجه حراره 200. هو قعد معايا بالظبط ساعه الا ربع. وعايزه اقول لك الفتحات اللي انا عملتها في الكيس كمان نزلت من الفراخ شوربه يعني. هحط فيها قرون فلفل حامي كده سليمه، وهقفل الكيس وهدخلها الفرن. عبال بقى ما تتحضر في الفرن، انا عملت شويه رز، وهعمل جنبها كمان شويه سلطه كده. سلطه زبادي بتبقى حلوه قوي قوي كده وخفيفه وحلوه قوي يعني بصراحه على الفطار. كان معايا هنا خيار مبشور، حطيت عليهم كام عود كده من الشبت. هنزل عليهم كده بكوبايه من الزبادي البلدي، وهنزل كمان عليهم ب3 معالق كبار من المايونيز. رشه ملح بسيطه جدا، انا بحبها يعني من غير ملح كمان. رشه من الكمون، وهنزل عليها بعصره ليمونه، وكمان معلقه كبيره من زيت الزيتون. قلبي كل الكلام ده في بعضه. ومش قادره اقول لك بقى احلى سلطه زبادي بالخيار هتاكليها. طعمها حلو جدا، شكلها حلو قوي في التقديم. حلوه بقى مع الرز والفراخ دول قوي قوي قوي. انا عملت رز واحده واحده جنبها، بس ما صورتهوش يعني. هنعمل بقى السلطه، هنطلع الفراخ. مش قادره اقول لك بقى لون الفراخ عامل ازاي. شايفين بقى السلطه يعني تجنن. الفراخ خرجت لونها حلو قوي، تسويتها مظبوطه. اللحم دايب يعني ما بين العظم. رشيت عليها رشه كده من اي خضره، ورشيت عليها رشه من السمسم وحبه البركه. قدميها وبالف هنا وشفا. كل اللي هتجربها هتعجبه جدا. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، لايك وشير للفيديو. وما تنسيش بقى الاشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم، وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.